السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل مع حضراتكم طريقة عمل بيض التركي بكل التفاصيل وبكل بساطة. زي ما حضراتكم شايفين كده، حاجة حلوة وروعة وممتازة. يا ريت تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة عشان يصل لحضراتكم كل جديد. زي ما حضراتكم شايفين كده، معانا معلقتين زيت، معلقة توم، ومعانا الطماطم شرايح زي ما شايفين كده حضراتكم. ركزوا معانا يا جماعة في كل التفاصيل. ومعانا جبنة مبشورة، جبنة شيدر، ومعانا 4 بيضات، ومعانا فلفل اسود وملح. وهنبدأ نشتغل عملي. خلي بالكم معانا. اول حاجة بنحط الزيت، معلقتين زيت، وبننزل بالثوم معانا. طبعا الزيت اما بيسخن بننزل بالثوم، معلقة الثوم بننزل بمعلقة الثوم معانا، وبنبدأ نحرك الثوم مع الزيت. حاجة بسيطة وسهلة وطعم روعة. بنبدأ ننزل بشرايح الطماطم، وننزل بعدين بالبيض، 4 بيضات. خلي بالكم يا جماعة معانا بالتفاصيل عشان تعرفوا تعملوا البيض التركي وتطلعوه مظبوط. طبعا داخل على السوا بنبدأ نحط الفلفل الاسود والملح. عايزين تقلوا من الفلفل الاسود مفيش مشكلة. وبنبدأ الجبنة الشيدر المبشور. لو جبنة موتزاريلا مفيش مشكلة عادي. اي جبن يا جماعة عادي بتتحط على البيض التركي مفيش مشكلة. بعد ما استوى خد حوالي 3 دقايق. ما شاء الله، حاجة روعة وممتازة زي ما حضراتكم شايفين كده. حاجة جميلة ممتازة، أكلة خفيفة. يا ريت تعملوا التفاصيل اللي اتكلمنا عليها وشوفوا الطعم، هيبقى روعة إن شاء الله وجميل ومظبوط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.